السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايب قلبي في الله، وحشتوني كتير كتير. النهاردة بقى يا حبايب قلبي الغدوة بتاعتنا عبارة عن قرنبيط مع الشتا دوت بقى والدفء وكده. واحلى حاجة بصراحة الورد الجميل دوت اللي يتاكل كده. انا جبتها وقطعتها زي ما انتم ما شايفين كده، وبعدين رحت غسلها حلو قوي. وهنشوف هنعمل ايه تاني يا حبايب قلبي، خليكم معايا. انا جبت حله وحطيت فيها ميه على النار اهي. هنحط بقى معلقه كمون وحبه ملح، ماشي، وحبه كركم بيصفرها بتبقى جميله جدا اهي، حبه صغيره. ماشي يا حبايب قلبي، يلا هتغلي بقى وهوريكم هنعمل ايه يا حبايبي. كده بقى يا حبايب قلبي الميه بتاعتنا غليت اهي. هننزل بقى عليها بالقرنبيط بتاعنا الجميل اهو. ماشي، هنسيبه 5 دقايق وهنعمل الخلطة بتاعتنا عشان لما يطلع نحطه في الخلطة. يلا خليكم معايا. كده اول حاجة يا حبايب قلبي هنزل بيها هي الدقيق. هنزل ب3 معالق دقيق كبار، 1 2 ادي كده 3 معالق كبار يا حبايبي. هنزل بمعلقة نشا كبيرة اهي، ماشي، وهحط حبة كمان اهو. دي بتدي قرمشة جميلة جدا. هنقلب الخليط كده اهو، وهنزل بالملح. انا بحط كل الايه الحاجات الجافة الاول، ماشي. هنزل بمعلقة ثوم مهروسة، هنزل بلون اصفر، لون طبيعي، شعرة كده صغيرة. هنزل ببابريكا مدخنة ايه. هنزل بكمون، وهنزل بالخل. الخل ده بيدي قرمشة عشان لما تحطي في الزيت. ماشي يا حبايب قلبي اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. هنقلب بقى كده شوية، وهنزل بالمية بتاعتنا وبالخضرة بتاعتنا هي شبت وبقدونس وكزبرة. هنزل بأول كوباية مية عشان لو احتاجنا تاني هنحط تاني اهو. ماشي يا حبايب قلبي اهو. نفضل نقلب كده. احنا عايزين القوام بتاعنا يكون حلو كده متماسك اهو، عشان لما نحط فيه القرنبيط الحاجة كلها تمسك فيه. بصوا اللون الاصفر. انا مرضتش احط كركم لان الكركم بيعمل ايه طعم. اللي مش حابب الكركم ما يحطوش، انت حابه حطي اهو. ده القوام بتاعنا. هنزل بحبه ميه صغيرين تاني اهو، بس كده. هنستنى بقى الايه القرنبيط لما ينزل من على النار، وهنحطه في الخلطه بتاعتنا الجميله ديت وهنقليه يا حبايب قلبي. خليكم معايا. كده بقى يا حبايب قلبي بعد ما القرنبيط بتاعنا اتسلق هننزل بيه كده مره واحده، ماشي، في الخليط بتاعنا ده اهو، ماشي. وهنخليه يشرب من التتبيله كده اهو، يشرب جامد اهو. شايفين لونه جميل ازاي؟ لان انا حطيت كركم في الميه، وهنا حطيت لون طبيعي اصفر. بصوا الجمال اهو. في ناس بتحط بيكنج باودر، عايزه تحطي بيكنج باودر حطي اهو، بس انا هحط بيكنج باودر مع الايه
مع الدقيق اهو. شايفين؟ بالله عليكم ما تنسوا تدعولي، وما تنسوا اللايك والشير وسبسكرايب يا حبايب قلبي، ماشي؟ عشان انا بحبكم في الله والله. اهو كده هنسيبها 5 دقايق بالظبط، وهنرجع تاني يا حبايب قلبي بعد ما تكوني اتشربت من الخلطه بتاعتنا الجميله دي. خليكم معايا قلبي. يلا نعمل بقى، هنشوف هنعمل ايه مع بعض عشان نقلي احلى قرنبيط معانا. هنحط 3 معالق من الدقيق اهو، ماشي يا حبايب قلبي. وهننزل بمعلقه نشا اهو، النشا دي بتخليه يقرمش ويبقى جميل اهو، ماشي. وهنزل بحبه بيكنج باودر اللي هو بتاع الدقيق اهو، ماشي. ده برضو بيبقى حلو جدا جدا. هنقلب بقى كله مع بعضه كده اهو، عشان ايه تجانسوا مع بعض. هعمل لكم بطريقتين دلوقتي، طريقه بالدقيق وطريقه بالبقسماط. هقول لكم هنعمل ايه دلوقتي، ماشي اهو يا حبايب قلبي. انا مش هكتر عشان الدقيق بتاعنا ايه ما يتنيش. كل ما هنعوز هنحط عادي اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. عشان انا هعمل حبه بالبقسماط وحبه بالدقيق وبالايه اهو. بصوا شايفين؟ مش عايزه اعمل بايدي عشان في ناس بتقعد تقول ايه الايد ومش ايد، رغم ان انا ايدي نظيفه وافضل من المعلقه اهو. شايفين اهو؟ نخليها كلها كده تتشرب من الايه، من كله كده اهو، من كل النواحي اهو يا حبايب قلبي. شايفين؟ شايفين الجمال؟ الخلطه اصلا ريحتها حلوه اللي احنا عاملينها دي، ماشي. وهن ايه، هننزلها كده، نعملها كده، ننزليها خالص كده اهي، وننقلها في طبق تاني جنبنا اهو، ماشي يا حبايب قلبي. وهنعمل ايه واحده تاني عشان ما اطولش عليكم الفيديو اهي، وهوريكم هنعمل ايه بالبقسماط برضو. وبعد كده هنروح عشان نقلي اهو يا حبايب قلبي. بالله عليكم ما تنسوا اللايك والشير وسبسكرايب يا حبايب قلبي، ادعموني بالله عليكم اهو، ماشي اهو. بس كده هخلص بقى كل الخلطه ديت، وهوريكم بالبقسماط بعد ما اخلص الخلطه دي. خليكم معايا. طبعا بقى يا حبايب قلبي عشان انا حاطه الزيت على النار، هننزل بقى بالخلطه بتاعتنا الجميله اللي احنا عملناها بالدقيق والنشا اهو يا حبايب قلبي. شايفين؟ طبعا احنا سيبنا الزيت يقدح جامد اهو، ماشي. بس كده اول ما يتحمر هوريهولكوا يا حبايب قلبي. خليكم معايا. في نفس الطبق يا حبايب قلبي حطيت البقسماط بتاعنا اهو، وهنزل برضو بالخلطه بتاعتنا على الدقيق على البقسماط عادي، بيدي برضو طعم قرمشه جميل جدا. جربوها بنفس الطريقه ديت اهي، ماشي يا حبايب قلبي اهو. شايفين الشكل بتاعها اهي، ماشي. هنعمل ايه كله كده، وانا كنت حاطه بطاطس معاهم اهو، هعملها برضو كده اهي، ماشي. بتدي طعم جميل جدا من الخلطه ديت. انا كنت المفروض اعملها شرايح، بس انا يعني عملتها كده، نسيت بصراحه ان انا احط معاها. بس اهي كده يا حبايب قلبي. هنخلص كل الكميه بالمنظر ده وهرجع لكم تاني، والتانيه محطوطه ايه بتتحمر في الطاسه يا حبايب قلبي. خليكم معايا. وبكده بقى يا حبايب قلبي الاكل بتاعنا الجميل خلص. ادي البطاطس المحمره، وادي القرنبيط بتاعنا الناشف. شايفين؟ سامعين قصدي سامعين وشايفين؟ شايفين ما شاء الله جميل. وادي البطاطس بتاعتنا اهيت اللي انا عملتها في نفس الخلطه يا حبايب قلبي. وادي جوزي طلب مني القوطه المخلله
القوطه ديت عباره ان انا قطعتها شرايح وحطيت عليها كمون وملح وخل وليمون وتوم وهريسه الشطه لو انت عندك، اختياري طبعا. ماشي يا حبايب قلبي، ما عندكيش حطي له شطه عادي، كله شغال. ماشي يا حبايب قلبي، يا رب بس تكون الطريقه عجبتكم وسهله وبسيطه. جربوها كده وما تنسوش بقى بالله عليكم تقولوا لي في الكومنتات ايه رايكم فيها. والله وناشفه جدا وجميله. تجيب البقسماط اهي، احنا بنحب الحاجه كده مقرمشه وبنحبها حلوه كده، لو ما عملتهاش مقرمشه كده جوزي ما بيرضاش ياكلها. وادي التانية اهي. ماشي يا حبايب قلبي، سامعين القرمشه جميله ازاي؟ جربوها بنفس الطريقه ديت والله هتعجبكم جدا، مش هتبطلوا تعملوها بنفس الطريقه دي. ويا رب بس تكون الطريقه عجبتكم وسهله وبسيطه. وما تنسوش بالله عليكم اللايك والشير وسبسكرايب، وما تنسوش تدعموني وما تنسوش تدعولي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته حبايب قلبي في الله.